السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا طريقة تحضير الكبسة السعودية بالدجاج، كل أسرار والتفاصيل مع سلطة الحارة أو سلطة بسم الله ونصلي على سيدنا محمد بن عبد الله. هنا في دجاج متقطع نصاص أو إرباع على حسب أنا ما بفضل. هنا في رز من نوع مزة بسمتي. أول حاجة هنحضر السلطة الحارة. احنا معانا لو معانا 4 أفراد هيبقى معانا 4 حبات طماطم، عودين نعناع مع عودين كزبرة زي ما احنا شايفين، وحبيتين فلفل و4 حبات توم. دي تكفي 4 أشخاص. هننزل بالملح كمية مناسبة، كمون كمية بسيطة، وهنا كزبرة. طبعا الفلفل اللي حطيناه فلفل حار. هنحط كاسة أو مج بتاع الشاي. هنشغل الخلاط. طبعا مش هنعمل الطماطم نخليها خشنة، بيبقى شكلها كده بالقوام اللي احنا شايفينه ده. هنحطها في التلاجة. يلا بينا نجهز الكبسة بتاعتنا. معانا سمن بلدي أو زيت أي نوع أنا بفضله، مش إجباري. بسم الله. هسيب البصل يحمر. بصل احمر معانا. هجيب البهارات الحب، اكتب لكم كل حاجة في صندوق الوصف. توم مع جنزبيل اصفر، كمون حب. هنا هجيب الجزر بتاعي اسيبه يدبل. هنا الجزر بتاعي دبل. دي خطوة مهمة، لازم اخلي الصلصة ريحتها تطلع. في المرحلة دي بجيب الدجاج بتاعي، هنزل بيه. هنديله صدمة على نار عالية. نحرك الدجاج بتاعنا لغاية لما ريحته تطلع، نشيل أي زفرة منه. وهنا هبتدي أجيب البهارات الناعمة بتاعتي، كزبرة. الخطوة دي مهمة يا جماعة عشان ما فيش أي زفارة يبقى عندي. فلفل أسمر. هنجيب بابريكا. هنقلب بالراحة خالص عشان الدجاج بتاعنا ما يكسرش. بعد ما ريحة البهارات طلعت بنزل المية. واظبط المية بتاعتي على مدار الرز مع التسوية بتاعت الدجاج. هنا هنجيب الملح، ليمون ناشف أو لومي، فلفل حار أو فلفل رومي. هنسيب الدجاج يستوي. وتعالوا نميز الدجاج بتاعنا، نديله خلطة كده عشان هنحمره في الفرن. صلصة، فلفل أسمر، بابريكا، سمنة بلدي. لو عندي عزومة حاجة تشرفني، عزايم رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ملح، فكهم بشوية ماء صغيرين. هنقلب. الخليط عندي هنا جاهز. بعد مرور 45 دقيقة الدجاج بتاعي جاهز. هرفع الدجاج.
هننزل بالرز بتاعنا وهنظبط المية كده. خلي الرز هنا ظبطنا المية. في هنا خطوة مهمة هتطعم الرز بتاعي. هجيب عصير طماطم، خطوة مهمة جدا هتميز الكبسة بتاعتي عن أي كبسة تانية. غطينا المية بمقدار 2 سنتي فوق سطح الرز من فوق، وهنسيبه يستوي 20 دقيقة. خطوة مهمة يا جماعة، وأنا بسوي الرز البسمتي أو كبسة لازم الرز بتاعي يتشرب ميته زي كده، وأغطي ونسيبه. احنا هنسيب الرز بتاعنا 20 دقيقة وهنوريكم النتيجة. هندهن الدجاج بتاعنا بالخلطة اللي احنا اتكلمنا عليها زي كده، بسيط يا جماعة. خلاص الكمية اللي عندي كلها هندخله الفرن على نار عالية لحد لما يحمر وياخد اللون بتاعي مطلوب. الدجاج هنا عندي جاهز. هنشوف الرز بتاع الكبسة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. رز زي ما احنا شايفينه حاجة روعة، تشرفني لو هعمل عزايم في رمضان. يلا نغرف الكبسة. الكبسة بتاعتنا جاهزة على كده، حاجة روعة تشرف في العزايم. لو عجبكم الفيديو أو استفدتم معلومة من الفيديو ضمنها بلايك، فعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.